نبدأ بأسئلة حضراتكم على الاس ام اس رقم اخره 96. بيقول مش عارف ليه مش مقتنع ان شعر المرأة عورة. حديث ابو داود حديث احاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 99% من الأحاديث أحاد، وكون إن الصلاة 4 ركعات حديث أحاد، وإن الظهر يبدأ من الساعة 12 كده أذان الظهر ده حديث أحاد، وإنه الزكاة 2.5% من المدخر لمدة حديث أحاد، وإنه طب وبعدين يعني إيه أحاديث أحاد؟ حديث اجماع يعني. والإجماع هو اللي خلى أحاديث الأحاد دي قطعية الثبوت. جه الإجماع بقى، أجمعوا على إن المرأة لازم تتحج، وأجمعوا على أن قوله تعالى في سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن معناها الحجاب بتاع الستات اللي بنقول عليه ده. وأجمعوا شرقا وغربا سلفا وخلفا سنة وشيعة، كل المسلمين محدش قال. ما فيش الا بعض الصحفيات اللي هي مش عايزة تتحج، فصعبان عليها أن تكون مخالفة، فراحت مؤلفة إنه يا جماعة ده ما فيش في القرآن ولا السنة. لا، في القرآن في آية 31 سورة النور، وفي السنة في القرآن في سورة الأحزاب لما يقول يا أيها النبي قل بالأمر اهو لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، مش لأزواجه بس بقى ولا البنات بس، لا، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. ويقعدوا بقى يلفوا ويدوروا، يلفوا ويدوروا بالظبط زي واحد هيلف لي ويدور على الصلاة الخمسة، زي واحد هيلف ويدور ويقول يا اخوانا انا نفسي اصلي الظهر 5 ركعات واصله احاديث احاد، من المسلمين يضحكوا. مرة كنت في مسجد زمان وانا شاب صغير عندي بتاع 17 18 سنة، بنصلي الظهر، صلينا الظهر، فجيه واحد وبيتخانق مع الامام، والامام مش فاهم هو بيتخانق معاه ليه، واخد بالك ازاي؟ فبيقول له انا هدي بالك بس انت عايز ايه، وانا في حاجه في المسجد، في حاجه كذا. فانا قربت منه، كنت في الصف الاول وقربت منه، فلقيت الراجل بيسال الامام والامام مش قادر يفهم ليه بتصلوا الظهر بصوت واطي سرا، مع ان الجمعة جهر والجمعة ضبط، مع ان الجمعه جهر وانا عايز اسمع القران والقران بتاعكم حلو. يبقى الراجل ده مؤمن، والراجل ده عايز صورة معينة في ذهنه للدين، بس هو الدين مش كده، واخد بالك؟ الظهر والعصر اشمعنى قال له انا ذهلت، انا لسه جاي من لندن، انا متربي في لندن، هو مصري، وانا عايز اعرف انت حرمتني دلوقتي من سماع صوتك الجميل ومن سماع القرآن، ليه حرمتني؟ والراجل يا عيني الامام ما كانش فاهم هو الراجل، لانه كان متنرفز شويه. فاحنا دلوقتي يا اخي انت مش مقتنع، ماشي، ربنا سبحانه وتعالى يعينك وتقتنع ان ده وارد في الكتاب ووارد في السنه، وان معنى الايات دي هي كده. كبرت شويه بقى عندي 18 سنه، وكنت عند واحد الله يرحمه كان في الموبيليا اللي هو في شارع الشريف كده، كان راجل حلاق نمرة 1 كان اسمه كمال. وبعدين وانا قاعد احلق عند كمال، انا عندي 18 سنة، لقيت واحد داخل وبيقول ومعاه شنطة، ويقول له حاج كمال انت عارف الشنطة دي في ايه؟ قال له لا يا فلان. قال له فيها ازازة خمر ويسكي لكن نمرة 1، اوعى تقول لي انها حرام. فكمال قال له ليه بقى مش حرام ليه؟ ما الخمر حرام. قال له لا، ده ربنا قال فاجتنبوه، يعني حطها على جنبك.
شغل التعامل مع الدين بهذه العقلية وبهذه الكيفية مش هينفعنا. مش هينفع، والله ما هينفع. وهو ده اللي لو شاع وزاع، هو ما شاعش وزاع الحمد لله، ودي حاجات تلاقي الناس انت عارف الامام عمل ايه اول ما فهمته هو الراجل بيقول ايه؟ بقول له هو بيسأل عن السر والجهر، لان هو ما قالش سر مش عارفها، انما هو عارف عمل ايه الامام يا عيني مسكين؟ عمل ايده كده يعني ما اناش مجاوب. واخد بالك ازاي؟ بعض الناس ضحك، يعني شوف ردود فعل الخلق على ما جاءنا بالتواتر المستفيض جيلا بعد جيل، ثم انه معتمد على آية في القرآن بتحرم الخمرة، آية في القرآن بتوجب الحجاب، سنة، وبعدين يجي يقول لي ده اصل الحديث احاد. طب ما كل الاحاديث احاد، ولكن اجمعت الامة فخرج هذا الاحاد من الظن الى القطع على ان المرأة المسلمة عليها ستر عورتها، وان عورتها كده، وان الرجل له عورة من السرة الى الركبة والى اخره. وده يتناسب مع المراكز القانونية، مع ما كلف به كل منهما. كلف الرجل بالسعي في الارض بان هو عليه النفقة وبان هو كذا الى اخره، وكلفت المرأة برعاية رعيتها، وكل مسؤول عن رعيته.